ريما حسن هي سياسية فرنسية من أصل فلسطيني، ولدت سنة 1992 في مخيم النرب للاجئين الفلسطيني في سوريا. جاءت إلى فرنسا وهي في سن العاشرة تقريباً، وحصلت على الجنسية الفرنسية عام 2010. درست الحقوق وحصلت على ماستر في القانون الدولي من جامعة السوربون. في عام 2019 أسست المرصد الخاص بمخيمات اللاجئين، وشاركت في تأسيس أكشن فلسطين فرنسا، وهي منظمة تهدف إلى تسليط الضوء على أوضاع الفلسطينيين. في يونيو 2024 تم انتخابها نائبة في البرلمان الأوروبي ضمن قائمة فرنسا الأبية التي يقودها جان لوك ميلانشون، ومنذ ذلك الوقت أصبحت من أبرز الشخصيات المدافعة عن القضية الفلسطينية في أوروبا. لكن ريما حسن لم تخلو من الجدل. تصريحاتها السياسية خاصة حول النزاع الفلسطيني الإسرائيلي جلبت لها انتقادات حادة من بعض الأطراف، خاصة بعد مشاركتها في أسطول بحري لكسر الحصار على غزة، حيث تم توقيفها من قبل القوات الإسرائيلية وترحيلها. كما سبق وأن تم استدعاؤها من قبل الشرطة الفرنسية بسبب تصريحات اعتبرت مثيرة للجدل، دون أن يصدر بحقها حكم قضائي حتى الآن. خلال الأشهر الأخيرة أثارت زيارتها إلى المغرب الكثير من الجدل بسبب مواقفها تجاه قضايا إقليمية حساسة مثل قضية الصحراء، مما أدى إلى موجة من الانتقادات عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل. باختصار، ريما حسن هي شخصية سياسية صاعدة تحمل رؤية جريئة، وتثير الانقسام بين مؤيدين يعتبرونها صوتاً للعدالة ومعارضين يرون فيها خطاباً متطرفاً. أخبرونا في التعليقات، ما رأيكم أنتم؟